شيء اصيل ويهدى عليك اصيل. بيض الله وجهك يا عمي. وجهك ابيض وهذه قليلة بحقك تستاهل اطيب ومقدارك اطيب وحقك اطيب. سلمت يا عمي. وهذه اصيله وانت اصيل وهديه من عمك ومن اخوك سعد. بيض الله وجهك يا عمي. خيرك سابق. جمل الله حالك. الله خير. الله خيرك يا ابو علي. ما قصرت. والله ما براس ماسه حقك ابيض بعيد حقك ابيض بعيد. العود ذايب محتمين البليه بذلي ومتيهين الحايل اللي ما تهجم الشحاذة العفيفه قبل لا يسترم عن والنهي. هذا انا جايك بهديه حاج وهذا قليل ثم حقك. ما تقصر يا ابو سامي. واعذرنا في قصور يا ابو ربيع. يا ابو سامي انت قصورك عاليه وشلون يدخل القصور فيك؟ جمل الله حالك وبيض الله وجهك. وهذه ابسط هديه طال عمرك. اسلم. جايتك اكبر هديه النخاوي والصهر واهل النغم ما يضربون عرفنا البركه. الله يسعدك. يا هلا ومسهلا حياك الله. تفضل. يا مرحبا اسمرت وانورت. اللهم امين. يا مرحبا اسمرت وانورت يا ابو تركي. حياك الله يا مرحبا. لو غيرنا ما يؤمنون بشيء اسمه مستحيل ابن الثقة بالله ما نؤمن بشيء اسمه الله يبني لك بيت في الجنة يا ابو طيب. والله ما ندري جيت ادردلي ديري ما ادري وش اجي. هذا جايك اليوم وانا فاتح لك بيت. جايك اكبر هديه ولا تقول لي مبروك. هذا بيت لا تبارك لنفسك. والله عاد اسمح. يا مرحبا يا مرحبا يا ابو غازي. هلا وسهلا. يا مرحبا يا ابو حشر. هلا وسهلا. اسفرت وين والله. طيب تسلم يا مرحبا. ويعلي منازل يا مرحبا ان شاء الله. يا مرحبا يا ولد العم. فعلك نجمة تسنى. أنا الليلة ما عندي شيء، عندي هدية متواضعة أبى أقدمها لأخوي غازي، ولكن الهدية المتواضعة هذه جاري معها قصة، ويعلم الله أني ما أقول إلا كل صدق. قبل فترة غازي دائما يهدي علينا، على العائلة وعلي أنا شخصيا، هدايا مستمرة غير منقطعة، يعني لا تكاد تنقطع هدايا بشكل دوري. عليك زود يا ابو. قررت أنا أني إذا جاء غازي يسكن منزله أن هذه فرصة موائمة أني أقدم له هدية طيبة. قررت هذا من قبل يعني 4 شهور. أنا عارف أن افتتاح البيت حيكون في هذه الأيام. فكرت وش الهدية، فكرت يمين فكرت يسار فكرت، ولا الرجال يعني فضله بعد الله سبحانه وتعالى علينا كبير. ولا لا جبت هدية غالية يعني بقادر أجيب هدايا تكافي بقيمتها هدايا غازي ولا حتى نصها، ولا غازي يعني ما أدري وش ناقصه، لأن أحيانا الهدية تكون إذا جتك وهي ناقصتك ولا أنت محتاجها ولا ما هي في أشيائك وجتك هدية مخالفة عن أشيائك التي لديك تكون يعني مفرحة لقلبك. وأفكر وترى أن كل شيء عند غازي ما شاء الله. الله يزيد من الله يزيد من فضله ان شاء الله. الهدية برمزيتها وليس بقيمتها. يا سلام عليك. برمزيتها يا دكتور. عودت قلت أنا ما بين غازي أخوي أصغر مني وما بين الإخوان كلافة، وما دامني ماني قادر أجيب هدية هو ناقصته ولا هدية توازي هدايا أستريح أطيبها وهونت على الهدية. جاياتك اكبر هديه يا ابو سعد. ثم الكلام هذا قبل 5 أيام. ثم سبحان الله البارح واحنا جايين من عند ابو ساره، والله اني ما اقول غير الصدق، كأن الذكاء الصناعي ذا يعرف ما في بالي، واشوف التواصل الاجتماعي. انا اخر الليل دائما اشوف التواصل الاجتماعي ولا فيه قصه الهمتني في هذا الهدي. هذا احد الادباء الاسلاميين عبد الفتاح مورو
قصة جميلة ومسجلة والكل يعرفها، يعني أنها يوم أهدى على الملك فهد رحمة الله عليه خادم الحرمين الشريفين، اللهم آمين. يقول عبد الفتاح مورو، يقول أول ما دعيت للقاء الملك فهد، يقول حطيت يدي في جيبي ما في معي إلا 500 ريال. يقولوا هذا ملك ملهم الشرق والغرب. يقول لا، أنا شخص متخصص في التحف والأواني والأشياء المزخرفة. يقول هبطت السوق، يقول لقيت لي تحفة مزخرفة، يقول وأخذتها بعد ما كسرت رأيها، كان يقول ب600 أخذتها ب500. يقول وغلفتها وجيت عند الملك فهد في أول اللقاء. يقول لا، أنا ما أدري كيف أقدم الهدية، لا هي بجلالة الملك ولا هي بعظمته ولا. يقول قلت طال عمرك أسمعت بقصة سليمان وملكة النمل؟ يقول قال الملك عطرها. يقول قلت سليمان عليه السلام جاء هو وجيشه بيقطع أحد الأودية إلا الوادي أسود. يقول إلا الوادي هذا وادي النمل يقال عليه. يقول إلا النمل كله يجي من الشمال والجنوب يصبون في حفرة واحدة في منتصف الوادي. يقول فقالوا هذا مقر ملكة النمل. يقول جاء سليمان ويعني خر عند يعني الملكة كذا، جلس عندها يبي يتكلم مع ملكة النمل لأن عليه السلام كان يفهم لغة الحيوانات. القصة من إبداع وخيال عبد الفتاح مورو وليست حقيقة. فيقول سلم عليها وردت السلام عليها النملة، فقالت يا سليمان أنا يعني أبهديك هدية، حبة قمح وأنا أعلم أنك تدوس آلاف الحبات القمح أنت وجيشك بأقدامكم، ولكن أنا بهديك حبة قمح تساوي وزني 100 مرة. يقول يعني تواضع سليمان ومد يده وأخذ الحبة القمح. يقول قال هذا عبد الفتاح يرويها للملك فهد. يقول قال الملك فهد من وين المصدر هذا؟ يعني من وين القصة؟ يعني من رواها هذه القصة؟ يقول قلت أنا يا عبد الفتاح مورو، يقول قلت أنا كنت في صف جيشه الثاني ورأيت هذه بأمتي. يقول فضحك الملك فهد وانبسط. يقول قمت فكيت الهدية المتواضعة هذه وقدمتها للملك. يقول وسلم الملك على راسي، ويقول والمسار. حتى اليوم جيت أنا متأخر على الافتتاح وقد الربع جو، يوم سمعت أنا هذه القصة رجعت في كلامي وقررت أني أقدم هدية. خيرك سابق يا مساعد. فكرت بيني وبين نفسي الا ما دام عبد الفتاح مورو متخصص في التحف والمزهريات، انا مش متخصص فيه، انا استاذ جامعي متخصص في الكتاب والقلم.